بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب ان شاء الله. تكونوا في احسن صحة واحسن حال، وتكونوا بقى بتتغدوا او اتغديتوا ان شاء الله. دلوقتي فيديو جديد، بس قبل اي حاجة حط لايك واشترك في القناة واسمع بمخك وبودانك بالاتنين الفيديو بتاعي. اكون متشكرة جدا لحضرتك. الفيديو بتاعي النهاردة عن عيلة الحفرية، صدفة جاد، فاطمة جاد أو الحاجة فاطمة، وسعاد، وهدى. هستثني من الفيديو ياسمين ومحمد. بالنسبة للفيديو، هدى كانت نزلت بفيديو بتنوح وتلوح وتعمل. الأول نزلت على الانستجرام، قالت إن هي ضايعة منها حاجة كبيرة. أنا افتكرت أغنية سعاد حسني، أنا ضايع مني حاجة كبيرة أكبر من إني أجيب لها السيرة. يا ترى يا هدى إيه اللي ضايع منك؟ خشوا معايا على اليوتيوب وأنا أقول لكم. دخلنا كده وإيه وسمينا الله ودخلنا على اليوتيوب، قعدنا سمعنا فيديو غريب عجيب 4 ساعات عياط، بتعيط علشان ضاع منها حاجة كبيرة. طب ايه الحاجة الكبيرة اللي اكبر من انك تجيب لها سيرة؟ هو احنا منجمين؟ حد قالك ان احنا بنعمل الودع ولا بنقرا الفنجان؟ ما طب انت فاهمينا عشان نعرف اصلا ايه اللي ضاع منك ونتعاطف معك. انا مش هقول لكم عشان قنوات النقد هتمسك في الكلام وتقول وتعيد. ماشي حبيبتي، بلاش تقولي. بعد كده دخلت بقى بفيديو تاني، وكانت ايه في النية وعقد النية ومسمية الله كده ان هي هتقول ايه اللي ضاع منها. اولا في تناقض في الكلام. امها قالت ده ضاع منها 12,000 جنيه، وسعاد قالت ضاع منها 20,000 جنيه، والمتابعين قالوا كدابين الاتنين، ده ضاع منها 250,000 جنيه. ايه؟ ربع مليون جنيه؟ ربع مليون جنيه هدى قدها وقدود. دلوقتي يا هدى انا عايزه اعرف لك راس من رجل. اولا الفيديو اديتينا كلنا ايحاء انك انت بتتهمي امك شخصيا بسرقه الفلوس دي، وانا هقول لك ليه. اولا اخر حد، اولا انتوا الاتنين اللي عايشين في البيت، اي حد بيجي عندكم البيت اكيد ما بيدخلش ويفتح دواليبك الا اذا كانت الاطفال الصغيره يعني، ودول مش اكيد مش هيفتحوا ياخدوا فلوس ولا ذهب ولا اي حاجه من دواليبكم. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت قلتي انك فتحتي الدولاب وطلعتي منه 200 جنيه كانت مامتك عايزاهم، وبعد كده حقيقي سبتي بقية الفلوس في الشنطة اللي انت حطاها جوه شنطة كبيرة ولا مش عارفة ايه، ونزلتوا ورحتوا لغاية الساعة 3 الصبح. اولا لو انت كنت نازلة، انت قلتي احنا كلنا كنا بره البيت، لو انتوا كلكم كنتوا بره البيت مين اللي كان جوه البيت؟ بالعقل كده، البيت مش هيسرقك، مش هيسرق نفسه، مفيش حد من الجيران هينط في بيتكم يسرقكم، مفيش حد هيجي يعدي مواسير ويعدي بتاع. والحمد لله انت برأتي ياسمين حبيبتي وقلتي ياسمين ما ايه معهاش مفتاح. اولا اول حاجة، انت معنى كلامك ان انت ومامتك وغالبا كانت سعاد كنتوا كلكم في المطعم عند صدفة، يبقى ما في ايه، انتوا كلكم ما فيش. محمد لو معاه المفتاح هتبقى انتوا حاطينه في الاتهام، لو معهوش المفتاح يبقى خلص محمد ما عملش حاجة. ده اولا انتوا لازم حد يبقى عارف انك معاكي فلوس، وعارف انك معاكي فلوس قد ايه، وانك حاطة الشنطة فين. دلوقتي انت طلعتي واديتي لماما 200 جنيه، هل انت وماما خرجتوا سوا ولا انت سبقتيها مثلا؟ وبعدين حدفة البتاع غريبة شوية، يعني اللي مش عايزك تحسي كان هيسيب الكيس او البوك او ايا كان اللي انت حاطه جواه الفلوس بتاعتك في مكانها علشان ما يبانش ان حد سرقهم. انت
بصيتي لمامتك بصة من تحت كده لتحت، وانا عايزاكي تبصي على الفيديو وتراجع عليه تاني. ومامتك من اول ما الست المتابعة قالت مامتك تعرف كويس قوي مين اللي سرقك، ومامتك بقت وشها اصفر. ومامتك اللي كانت بتتجنن على اي حاجة بتضيع منكم قعدت تقولك ايه، ولا يهمك يا هدى، سيبك يا هدى، مش عارفة ايه يا هدى. طب ده لو المبلغ لو 12,000 ولا 20,000 وكنت عايزة تجيبي بيه بوتاجاز ومش عارفة تلاجة ولا بوتاجاز وغسالة ولا أدوات كهربائية ولا إيه، يعني لازم يبقى مبلغ وقدره. دلوقتي أقل تلاجة بكام، وأقل بوتاجاز بكام، وأقل حاجة بكام، يبقى لازم كان مبلغ كبير. تمام، يبقى قريب قوي من البنت قالت عليه، او المتابعة اللي قالت دول 250,000 جنيه. بس انا مش متخيله ان هم 4 مليون، بس انا معرفش هي جابت المعلومة دي منين، لان انتوا في حاجات بتتسرب من بيتكم اصلا. تاني حاجة، الحاجة فاطمة كانت سلبية قوي 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 قوي، وعمالة تهديكي ونبيع الشاشة ونجيبهم شاشة. ايه اللي هتبيعيها يا حاجة؟ ده انت لو جايبة الشاشة ب800,000 جنيه هتبيعها ب1000 جنيه. خلاص يا حبيبتي، ادام جبتيها واستعملتيها انتهى. حتى لو ما استعملتهاش، هو سيناريو من الاتنين يا هدى: يا اما مفيش فلوس اتسرقت وانت محتاجة فلوس فبتعملي كده عشان تصعبي على الناس ودي شحاتة بس بذوق، يا اما انك انت بتتهمي صراحة ان واحد من اهل بيتك. فمن اهل بيتك هيبقى مين؟ حد قاعد معاكي طول الوقت و آه، عارف كويس انت معاكي ايه وحاطه ايه وعامله ايه، وبيساعدك في الكلام. لا اصل الغوشتين اصل ممكن يتصورهم معرفش ايه. يعني مين اللي هيدخل ويقعد يدعبس في الدواليب؟ مين معاه مفاتيح؟ انتوا بابكوا ده ايه؟ انتوا بتسيبوه مفتوح مثلا وبتنزلوا ولا ايه بالظبط؟ وقلتوا قبل كده، وهدى بتلمح ان هي عارفه كويس وبتقسم يمين ان مين. وفي المتابعين تانيين لمحوا ان واحده تانية من اخواتك هي اللي خدت من قنوات النقد. بص يا هدى، هو حاجه من الاتنين: يا اما زي ما بقولك كده انت عايزه فلوس، يا اما ان فعلا في فلوس ضاعت وانت عارفه كويس ان مين. بس هي ملهاش حل تاني. ولو انت عارفه وحد من بيتكم، المفروض كان الفيديو الزباله ده ما ينزلش اصلا، لان انتوا كل شويه والتاني احنا اتسرقنا، شبشبنا، شطفنا، مش عارفه ايه، بعد كده القعده بتاعت التواليت هتتسرق من بيتكم. لا 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 لا، كل الكلام ده بلح بالنسبه لنا، واحنا فاهمين كويس قوي ان دي كلها حوارات. وبعدين انت بتقولي شقتي وودي شقتي، هو انت لسه مع احمد ولا انت سبتي احمد ولا انت ايه بالظبط موقفك؟ ومره يقولوا الدبله بتاعتها ضاعت، ومره يقولوا شبكتها ضاعت، وانت تيجي تقولي انا مفيش حاجه ضاعت مني قبل كده، هو ده اول حاجه تضيع مني. يا جماعه لو عايزين تكذبوا اتفقوا مع بعض على الكذبه، عشان ما يبقاش منظركم منيل ب60 نيله بالمنظر ده. يعني كل واحد بكلامه وكل واحد ببتاع. يعني الواحد كان بيحب يقعد يتفرج عليكم ويشوف يومياتكم ويشوف بتاع، بس الظاهر ان الواحد ما يشوفش وحش احسن. فخلي بالك المتابعين اللي بيتفرجوا عليكم ممكن تكون دكاترة وممكن مهندسين وممكن مدرسين وممكن يعني انا مش قصدي حاجة، انا قصدي ان انا فاهمك ان هم بيفهموا مخهم منور وكل حاجة. والمتابعين بتوعك ما يزعلوش مني ان انا بتكلم بالطريقة دي ويدخلوا مثلا يشتموا ولا يقبحوا ولا بتاع، عشان الشتيمة بتلف وهتوصل لايه لصاحبها تاني. يعني انتوا هتشتموا هتتشتموا بمثلها. انا هقول لكم ساعتها كلمة واحدة ولكم المثل، مش هنزل لأي مستوى. بس يا هدى، فهو ده اللي انا كنت عايزة اقوله لك. انت لازم توضحي لنا انت مع احمد ولا ست احمد. انت قلتي قبل كده هتجوز وعيش واعمل ولو لقيتوني مع واحد تاني ومش عارفه ايه، وبعدين عماله تقولي شقتي وبتاعتي. يعني هل الشقه دي كانت بتاعتك كنت بتضحكي علينا وبتقولي انها شقه احمد، ولا دي شقه فول وطعميه ولا ايه بالظبط؟ لو كنا وصلنا لهنا، لان انا مش هدي الموضوع اكتر من كده، لو كنا وصلنا لهنا لو سمحتوا اعملوا لي لايك واشتراك في القناه
وتعليق جميل، حتى لو تعليق وحش أنا متقبلاه، وشكرا جزيلا في الجميل وفي الوحش لكم المثل برضه. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.